تبادل لإطلاق نار كثيف في محيط الثكنة العسكرية بسبيتلا بين قوة الجيش الوطني من جهة ومجموعة إرهابية لم يحدد عددها من جهة ثانية، لتسفر العملية عن استشهاد الجندي المتطوع محمد الشابي الذي تلقى رصاصة على مستوى الصدر، وحاول الطاقم الطبي بالمستشفى الجهوي بالقصرين إنقاذه، إلا أن نزيفا حادا حال دون ذلك، إضافة لإصابة مدني على مستوى اليد اليمنى بالرصاص وحالته الصحية مستقرة. وصلنا جزرنا متاع سبيتلا، وقفنا هبطنا من الكراهب انبطح ولت مواجهات من اليسار ويمين ورا جزرنا في الهندي، إصابة وليد انبطح هو وراسه تحت العاجلة، جت في يديه قبل ما هو هابط على يديه جت في يديه كرتوش هيك، هو الجنود تضرب بالرصاص فهمت. وفما سيارة لوكاسيون حبسها رجعت دارت دورة ضربوا عليها بالكرتوش، الله اعلم ما عادش نصار فيها. تفاصيل الواقعة تعود إلى تفطن عسكري في موقع حراسة من الجهة الخلفية للثكنة إلى وجود عناصر مشبوهة تتقدم باتجاه المؤسسة العسكرية، ليبادر الأخير بإطلاق أعيرة نارية باتجاه الهدف. فرضت العناصر المسلحة بإطلاق نار كثيف باتجاه الثكنة ولاذت بالفرار بعد أن أطلقت أعيرة نارية على دورية مشتركة بين الحرس والأمن الداخلي. القوة العسكرية والأمنية حاصرت كل زوايا معتمدية سبيتلا وكثفت من حملات التمشيط بأحياء ومرتفعات المنطقة بحثا عن المجموعة المسلحة التي لا تزال تتحصن بالفرار. مصادر أمنية أكدت إيقاف عدد من المشتبه فيهم تواجدوا بمحيط الواقعة وجاري التحقيق معهم. وفي عملية متزامنة مع أحداث سبيتلا، تمكنت فرق الحرس الحدودي بمعتمدية حيدرة من التصدي لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية متحصنة بجبال المعتمدية حاولت استهداف المركز الحدودي المتقدم طباقة دون أن تخلف العملية أي أضرار مادية أو بشرية. هي استراتيجية جديدة اعتمدتها العناصر الإرهابية الإجرامية لتشتيت الجهود الأمنية والعسكرية التي ضيقت الخناق على المجموعات المسلحة المتحصنة بجبال القصرين. نيجر تيبي من المستشفى الجهوي بالقصرين إلى التلفزة الوطنية التونسية.